السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا بخير، ويا رب يجعلها سنة سعيدة على الكل يا رب، وكل واحد نفسه في حاجة ربنا يديها له يا رب. اشوفكم دايما كده كلكم في سعادة وهنا وسرور يا رب، وكل واحد فيكم مرضي ومستور. بصوا يا حبايب قلبي، اكيد من عنوان الفيديو عرفتي ان احنا النهارده هنعمل ايه. ايوه، هنعمل الصابونه اللي بالكركم. الصابونه اللي بالكركم يا ماجده، اللي بتتباع عند العطار الغاليه دي يا ماجده، يا حبايب قلبي ماجده. وكمان بتشيل التصبغات بتاعه البشره، بتشيل الفرق بتاع الطرحه، بتشيل الكلف، بتشيل كل حاجه. يعني بصوا، بقع اي حاجه، اي حاجه بتضر بشرتي والله العظيم حرفيا بتشيلها. تخلي البشرة كده صافية بيضة حلوة، وكلها من مواد طبيعية، ما فيهاش اي مادة كيماوية. اي مادة كيماوية مش بس كده، لا، ده احنا كمان في الوصفة دي هناخد منها ونعمل كمان وصفة. مش بس كده، لا، كمان هي عاملة 20 جنيه او 19 جنيه حرفيا. يعني من 19 جنيه انا ممكن اطلع 11 صابون يا ماجدة. يعني توفير، تفتيح، كل حاجة، حاجة طبيعية. يعني انا وفرت وفدت بشرتي يا ماجدة، وكمان حاجة طبيعية من البيت. والله العظيم جبت بقى البوتاجاز بتاعي الصغير اللي انتوا عارفين شكله ده، متعودين عليه، والحلة بتاعتنا اللي في كل وصفة طبعا اكيد عرفتوها من كل الفيديوهات اللي عدت قبل كده. وبدات ان انا انزل كل الصابون الاخضر ده، هو ده النابلس الشاهين. طب واللي انت فرماه ده يا ماجده ايه؟ اللي انا فرماه ده يا حبايب قلب ماجده عباره عن صابون اللي انا كنت عاملاه معاكم قبل كده، اللي هو بالكركم، اللي هو هيطلع معانا دلوقتي. بس انا عشان ما اشتريش كميه صابون كبيره بشرتها، عملت لكم تاني لان انا عاملاه قبل كده معاكم في اللايف على كوي. تمام. واي وصفه من الوصفات اللي انا بنزلها لكم في الفيديوهات دي انا بكون طالعه وعاملاها معاكم لايف على الفيسبوك وعلى كواي وعلى التيك توك. تمام. هنزل بايه يا ماجده؟ هنزل يا حبايب قلب ماجده بكوبايتين شاي اخضر، مجين شاي اخضر. يعني الصابونه بتاخد مج. يعني انا كده بشرت صابونتين نابلسي شاهين وعليهم كوبايتين شاي اخضر. شاي اخضر يا ماجده، لان الشاي الاخضر مضاد للاكسده. الشاي الاخضر مضاد للاكسده يا جماعه. تمام. والصابون نابلس الشاهين بيكون بالزيت الزيتون، فحاجه بردك مفيده للبشره بتاعتي. تمام يا بنات، خليكم معايا خطوه خطوه. شغلت بوتاجازي كده، وهبدا ان انا اعلي النار عليها بقى، وهبدا ان انا ايه بقى، لازم ايدي تكون فيها، ونبدأ نقلبها بالمعلقة خشب. واي وصفة بعملها لبشرتي او لشعري او لاي حاجة يا جماعة، ما بحطش فيها اي معلقة ألمونيا، بقلب بمعلقة خشب. تمام. انا مش عايزة حاجة تتأكسد معايا او اي حاجة. يعني بصوا، احنا عايزين نعمل حاجة طبيعية ونستفاد بقدر الامكان. احنا عايزين نستفاد بقدر الامكان اللي هيفيدنا. تمام. هنا كنت برفع لكم الحامل عشان يوريكم الوصفة من قلب الحلة من جوه، يعني تشوفوا الوصفة اوضح واحسن. تمام. كده كانت الوصفة اهي. هبدأ ان انا اقلب بقى. جبت المعلقة الخشب بتاعتي اهي، وهبدأ اقلب. لازم ادوب كل الصابون ده يا بنات، ما يبقاش عندي انا مش راضي اقطع اي حاجة من الفيديو عشان ابقى معاكم خطوة خطوة. لازم الصابون ده كله معايا يكون مية سايلة. مية سايلة يا ماجدة، يا حبايب قلبي ماجدة، مية سايلة. يعني حاجة دايبة كده من الاخر، حاجة دايبة دايبة. هتعملي بقى احلى صابون. وبصوا والله العظيم هيطلع كميه محترمه، يعني توفير، وبيفتح البشره من اول استخدام. بس انا بتستخدمه ازاي يا ماجده؟ بصوا يا حبايب قلب ماجده، انتوا بتستخدميه ازاي؟ انا ببله ميه يا دوبك بس يبوش كده، وابدا ان انا امشيه على وشي. بسيبه على وشي 5 دقايق زي الماسك كده، وبعد كده بشطف وشي. ومن اول استخدام حرفيا والله العظيم بيجيب نتيجه. جربوا مش هتندموا. بدوب لغايه ما داب خالص. بصوا ما عادش فيه صابون، كله داب ما شاء الله اهو. اداني المنظر ده الصابون مع الشاي الاخضر، اداني المنظر ده اهو. هبدا انزل بيه بقى من على النار، احط الكركم بس التجميلي. هجيب ب5 جنيه كركم تجميلي، وهبدا ان انا اقلب قلب قلب قلب. وبصوا بقى المنظر ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لما كمان هنزله من على النار ويهدى شويه وابدا اقلب، والله والله هيديكوا نتيجه ولا اروع حرفيا. ولا اروع يا مجد، والله العظيم ولا اروع حرفيا. صدقوني ومش هتندموا. جربوا مش هتندموا. وصفة موفرة، وصفة بتجيب نتيجة، وصفة هتجيب معاكي من الاخر. لو استخدمتيها ال3 ايام اللي قبل العيد ده والله العظيم هتجيبي نتيجة معاكي من غير اي حاجة. مع كمان ماسك القهوة تحفة يا جماعة، تحفة. لو عايزين ماسك القهوة اكتبولي في الكومنتات، والله العظيم هعمله لكم. وبجد تحفة 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 يا بنات.
ماشي. بصوا كل ما تقلبي كل ما بيتقل، بقول لكم هنا بصوا كل ما تقلبي كده بايديكي كل ما الوصفه بتتقل اكتر والصابون بيتقل معايا، وكمان كل ما يهدى من النار اللي هو فيها بيمسك على طول. وعلى فكره يا بنات ما بياخدش وقت خالص وبيتصلب بسرعه، يعني بيجمد بسرعه ما شاء الله وبيديكي نتيجه ولا اروع. ماجده طب انا ينفع اغلفه ازاي؟ لو عندي ورق تل بتاع، لو عندي ورق تل اللي هو بتاع الصوابيع ده ينفع اغلفه بيه وينفع ابيعه كمان. طب انا ما عنديش ورق التل يا ماجده اعمل ايه؟ عندي ستريتش راب وكل بيت فيه ستريتش راب، بعد ما ينشف خالص واتاكد ان هو نشف كويس ارفه بالستريتش راب واحطه عادي خالص في رف المطبخ، في الدرج اللي انا بحط فيه منظفاتي، في طبق حلو كده شكله شيك كده واحطه في الحمام، حسب ما انت عايزه اي مكان، وينفع يقعد معاكي من السنه للسنه وما بيجرالوش اي حاجه. بصوا يا بنات انا عندي القوالب السيليكون دي، انت ما عندكيش قوالب سيليكون ممكن تحطيه في صينيه عادي خالص، ممكن احطه في صينيه يا ماجده يا قلب ماجده عادي خالص ومش هيضر في اي حاجه صدقوني، وهيطلع حاجه كده ولا اروع. تمام. هنعمل كمان دلوقتي هوريكم، هنعمل كمان من نفس خلطه الصابون دي هنضيف مكون واحد بس، وهنعمل دلكه يا ماجده دلكه بالطمي المغربي، حاجه كده تفتيح وترطيب وتنعيم للجسم، ومش قادره اقول لكم بقى، وزي ما تقولي قولي، زي ما تقولوا قولي. ليه اشتري الحاجه بالغالي وانا اقدر اعملها بايدي في البيت بالرخيص، وكمان اكون عارفه انا حاطه فيها ايه؟ كل حاجه انا عايزه افيد جسمي بيها اقدر اعملها. بصوا كده لازم تظبطوا الدنيا قبل ما ينشف، لانه بينشف بيمسك بيكون صابون، فانا اولى بالحاجات دي كلها ان انا اظبط قوالبي كمان انا، عشان لو هبيعها يكون منظرها كويس ما تكونش عشوائيه، وتنفع فكره مشروع يا بنات والله العظيم حلوه قوي. وبجد بجد بجد كلها مواد طبيعيه من البيت ما بتضرش خالص، بل ان هي بتنفع جدا جدا يا جماعه. الشاي الاخضر مضاد للاكسده فبيشيل البقع بتاعه الوش، كمان الكركم مضاد للاكسده، فيعني انت عامله حاجه كده عظمه عظمه والله. غير ان زيت الزيتون هيرطب البشره اللي في الصابونه نفسها. بصوا كده انا عملت ايه يا ماجده، لازم يعني احرك كده القوالب عشان ما يكونش فيها فراغات يا جماعه او فيها هوا تحت. تمام. وكده لسه عندي تاني كميه تاني هبدا ان انا احط في العلبه التانية، بس هنا كنت بظبط الاول القوالب بتاعتي. لو ما عندكيش القوالب السيليكون تنفع قوالب الكب كيك، ما عنديش قوالب كب كيك ينفع صينيه ما بتلزقش، ينفع صينيه تلزقش. بصوا اللي نزل على الحله بره جمد جمد صابون مجمد اهو، شايفين؟ يا رب تكونوا شايفين. بص كده وتعاملي بطبيعتك، اتعاملي بطبيعتك، انت فيتك وبتعملي لنفسك، اتعاملي بطبيعتك. انا نفسي بصور لكم وبتعامل معاكم اهو بطبيعتي، يعني الحله متعوصه والدنيا عادي عادي، انتوا كلكم اخواتي وحبايبي، انا منزله وصفه عشان انفعكم بيها. تمام. بصوا كده ما شاء الله انا كده نزلت. هنا كان الاولاني عنده، الاولاني موجود فيه 8 صابونات وادي 4 يعني 12 صابونة، هيعمل لي 13 صابونة. انا ممكن دلوقتي اعمل ايه كمان؟ ممكن اخد الصابونة ال 13 دي، لا هرجع تاني اخدها يا بنات دلوقتي وهتشوفوا، هرجع اخدها تاني في الحلة وهبدأ اني انا اعمل ايه، هبدأ اني انا اعمل لكم اللي هي الدلكة بالطمي المغربي، الدلكه بالطمي المغربي. تمام. هبدا اعمل لكم الدلكه بالطمي المغربي، بس خليكم معايا كده هنزل كل الكميه واظبط كل الكميه وهنبدا مع بعض نعمل الدلكه المغربي. هتعمليها ازاي يا ماجده؟ هاخد جزء من الصابون السايل دوت اللي هو لسه ما جمدش، وهبدا اني انا احط عليه شويه زيت لوز، شويه زيت ورد، طب وايه تاني يا ماجده؟ وهنزل عليه بالطمي المغربي وقلب قلب قلب قلب. وبعد كده يا ماجده هتعملي ايه؟ وبعد ما اقلب كويس قوي هبدا اني انا انزل عليهم بالطمي المغربي واقلبهم تقليبه محترمه كده، واعملهم دلكه اعبيهم في بطرمان. وينفع اول ما بعبيهم بيكونوا سايلين خالص يا بنات، بعد كده هيجمدوا معايا هيجمدوا معايا وهيكونوا ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله دلكة تفتيح ترطيب تنعيم الجسم. بصوا انت حاطه زيت ورد، زيت الورد اصلا بيفتح، حتى كمان زيت اللوز، زيت اللوز بيفتح. بصوا هنا جايبه اقول لكم ان انا خدت كميه اهو، وهبدا ان انا اعمل معاكم بقى اهو اللي انا كنت بكلمكم فيه من شويه. هنزل بشويه ميه صغيرين وهبدا ان انا افك الصابون اللي جامد مني ده خالص، وهبدا ان انا انزل بايه، تنزلي بايه يا ماجده؟ هبدا ان انا انزل بالطمي المغربي. تمام. عليه هيبقى دلكه بالطمي المغربي. تمام. وشويه زيت اللوز وشويه زيت الورد، وهتعملي حاجه كده عظمه عظمه عظمه. هتعملي قد ايه يا ماجده؟ حبه الصابون اللي انا سبتهم دول في قلب الحله هيعملوا لي يا قلب ماجده بطرمانين. ده الطمي المغربي دي في البيت بجيبه حجر، وانا اللي بدقه يا بنات الناعم. تمام. انا اللي بدقه بحرره بالمخ الناعم. بجد الطمي المغربي ده وهم للوش.
كمان الدلكه دي تنفع تتحط على الوش كماسك. تمام، بتفتح وبترطب وبتخلي الدنيا كده اقسم بالله ملهاش حل. جربوا والله العظيم يا بنات ومش هتندموا. جربوا ومش هتندموا حرفيا، ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. حلوة قوي. كمان لو عايزين تشوفوا كل الحاجات دي وتحضروها معايا لايفات، انا بكون موجودة على كواي وكمان على الفيسبوك بطلع لايف. ويا ريت لو تعملوا اشتراك على الفيسبوك مواهب ست البيت مع ماجدة، وعلى كواي مواهب ماجدة، وعلى التيك توك مواهب ست البيت مع ماجدة. وبجد مش هتندموا، هفيدكم بكل جديد وكل حاجات موفرة لبشرتك ولصحتك، وكمان اكل موفر وكل حاجة نعملها مع بعض واحدة واحدة وخطوة خطوة ان شاء الله بإذن الله. هبدا بقى كده، بصوا هبدا ان انا الف بردك شويه، وابدا ان انا بقول لكم هنا ان انا خدت صابونه، عشان عملت كل اللي انا خدته صابونه واحده من الكميه اللي انا عملتها. بصوا يا جماعه، الاولانيه دي فيها 8 والتانية دي فيها كام؟ فيها ادي 4 5 يعني 5 و8 13 صابونه يا بنات. 13 صابونه. هنا كانت الصابون مكتل، زودت له شويه ميه، وهبدا ان انا افكه خالص، وهنبدا مع بعض كده اوريكم شكله بعد ما يتفك. يا جماعه لازم احط زيت ورد، زيت الورد بيفتح البشره جدا يا بنات قسما بالله، وكمان بيعطر ريحه الجسم. دي حاجه. تاني حاجه كمان زيت اللوز تحفه 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 يا جماعه للجسم. وعايزه اقول لكم حاجه تانية برضك يا بنات، اي سكراب بنعمله لبشرتنا او اي حمام مغربي او اي دلك او اي حاجه من الحاجات دي، لازم بعدها ترطيب عميق، عشان هي بتشيل طبقه من الجلد الميت من الجسم وبتفتح الجسم. فعايزه ارطب بقى الجسم. ارطب الجسم ازاي يا ماجده؟ بزيت لوز مر ومعاه اي ماده عطريه. بصوا هنا عمل لي ما شاء الله بطرمانين من صابونه واحده. بطرمانين يا بنات من صابونه واحده، و13 صابونه من صابونتين نابلسي شاهين. مكوناتنا كانت ايه اصلا الوصفه دي كلها؟ صابونتين نابلسي شاهين هبشرهم مع المبشره، كوبايتين شاي اخضر ب5 جنيه، كركم تجميلي. بس كده يا ماجدة؟ والله العظيم بس كده، وهتعملي احلى عظمة ب20 جنيه. دلكة تحفة 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 للبشرة للجسم، الاماكن الغامقة، لكعب الرجل، لكف الرجل، للكلام ده كله قسما بالله حاجة كده فاخر من الاخر. متنسوش اللايك والاشتراك وفعلوا الجرس، بحبكم في الله.